وانت احلى. مرحبا، انا سنجل وعمري 28 سنه. بجاوب الناس باخر الليل لانه فيش اشي علي وانا مبسوطه بحياتي وعندي بسبوس بموت عليه. بس العالم وصل ما شوفنيش هيك، انما هيك في نقص بحياتي ولازم اكمله. في خلل، اشي مش مزبوط. وعندها بس كمان يعني جفاف عاطفي. وضعها صعب وضعها. واحلى اشي الفيفورت عندي، يعني عن جد بطلع عليكي انت حلوه ومتعلمه ومثقفه، عن جد مش ناقصك ولا اشي. جماعه شو خاص؟ بلكي لانه مش ناقصني اشي، فكرتوا فيها؟ وهاي غير اللي بشوفنا مدلعين وحياتنا سكر، فيش عنا ولا هم ولا غم، بس لانه احنا سنجل. يا ريت شوفوا الفواتير اللي بدفعها، وحياة التشحشت والغسيل والكوي والطبخ، ولو جد انه بس ناقصها شكل حياه. لا احنا حكينا فيش نقص. وبعدين بلا مؤاخذه، لما اليوم بسمع عن حالات طلاق ومشاكل مفهوم ضمنهم بدي افكر 1000 مره بالموضوع، بس هذا بقولش انه انا ضد منحسي او معندي. صدقوني حتى اللي بيحكي هيك بيمثل على حاله، فيش حدا بحب الشعور انه ينحب، بس خلص اتركوها للتساهيل، فيش حاجه نحط عمر وساعه وتاريخ. بلكي انا ستاندرتي عالي، بلكي الخلل بالطرف الثاني، مثلا يعني يكون حلو ذكي مثقف عقله مش مربع ابن ناس طويل اسمراني. ايش في احنا جايين نعمل فيديو عن السناجل، مش عن مواصفات عريس. بعد ما حكيتش عن عقبالك.